السلام عليكم متابعيني الحلوين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. معلش انا اتأخرت عليكم، بس ان شاء الله مش هنتأخر تاني. يلا بينا نقول احنا هنعمل ايه النهاردة. هنعمل حمص الشام على طريقة جدتنا وامهاتنا. الطريقة سهلة وجميلة وناجحة بجد. يعني انا مش بشكر فيها، بس هي بصراحة جامدة وجميلة. جربوها هتعجبكم. انا عامله الفيديو ده بقاله كتير، بس اتاخرت في التنزيل بتاعه. عملنا الحمص، وعملنا معاها دقه الشطه ودقه الكمون. جربوا الطريقه بتاعتي هتعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. انا عندي نص كيلو حمص، الحمص اللي هو الصغير. نضفته لو في حاجه وغسلته ونقعته من بالليل. لو في الصيف الحاجة اللي بننقعها هنحطها في التلاجة عشان ما تربيش رغاوي بيضة ونلاقيها باظت الصبح. كده غطيته بالمية كويس وهقفل العلبة وهشيلها. لو قلنا في التلاجة في الصيف، في الشتاء على الرخامة عادي. شايفين الحباية كبرت شوية واتنقع كده، مش هياخد مننا وقت. عندي حلة على النار هحط فيها مية، نصها مية. وبعدين كده انا كمان كنت صفيت الحمص وهحطه في المية السخنة. مية بتغلي مسخناها في الكاتل، حطيتها في الحلة وهنزل عليها بالحمص. لو لقينا الحمص عمل رغاوي بيضة لازم نشيلها، لان دي هي بتكون الزفارة بتاعت الحمص، لان البقول كمان بيكون فيها زفارة. فلو لقينا فيها رغاوي بيضة لازم نتخلص منها. وبسيبه كده يتسلق تماما، مش هحط له اي حاجة دلوقتي. شايفين؟ عشان اشوف عمل الرغاوي البيضة ولا لا. بس الحمد لله ما عندوش. زودت المية عشان يستوي وياخد راحته في السوا ويكون جميل. ما لقهوش بعد كده ناشف. حوالي اخد 45 دقيقة مني وبقى تمام. وهو بيتسلق انا مش بحط له اي اضافات خالص الا المية. بعدين عندي 5 وحدات طماطم، ضربتهم في الخلاط وصفيتهم عشان ما يكونش فيهم قشر، بالذات الناس اللي عندها القولون ويتعبها. حطيتهم كده، هما لونها فاتح. معرفش الطماطم عندنا دايما بتبقى لونها فاتح. فبحط لهم معلقه صلصه الاول. قبل الصلصه حطيت معلقه توم كبيره مهروسه. خلاص كده انا كان عندي الحمص بقى يعني 90% سوا. وبحط معلقه صغيره سكر ومعلقه كبيره صلصه، بقلبهم مع بعض. وكمان الملح، واسيبهم يكملوا سوا. شايفين كده؟ كده رجعت ظبطت الملح تاني. كده خلاص دخل على السوا. هعمل الدقة. جبت كوبايتين، حطيت في واحدة معلقتين صغيرين شطة والتانية كمون. احنا بقى مش هنعمل له ولا مش هنحط الكمون ولا الشطة على الحمص، لا احنا هنعمل دقات لوحدها، واحدة بالشطة وواحدة بالكمون. وهاخد من المية بتاعت الحمص شوية احطهم على الكمون وشوية على الشطة، ودي الدقة. بعدين بنضيفها في الكوبايات اللي احنا بنشرب فيها الحمص. هتشوفوا دلوقتي، بس هنا مش باين التصوير للكوبايات وانا بحط فيها، بس هتشوفوها دلوقتي. خلاص كده حطينا دي الشطة ودي الكمون. خلاص كده خلصنا من الدقة. والحمص عندي استوى. اعرفوا ازاي؟ همسك واحدة بايديا وهدوس عليها هنا كانت سخنة، ما عرفتش ان انا دوست انها طارت من ايدي. هنشوف التانية اهي. شايفين؟ دوست عليها يعني اتهرست بكل سهولة. هحطه في الكوباية. اللي عايز كمون بيحط، اللي بيحب الشطة كمان بيزود معلقتين شطة لان الشطة دي حامية قوي. وبعصر عليه ليمون. بجد الطريقة دي جميلة جدا ومش بتاخد وقت. شايفين الحمص لونه فاتح ازاي؟ اهم حاجة اتبعوا الخطوات وهتاخدوا نتيجة جميلة جدا هتعجبكم. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبولي في الكومنتات
وانا بشكركم على دعمكم ليا، وبحبكم كتير كتير، ونفسي القناة تكبر بيكم وليكم، وبحبكم في الله، وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة بإذن الله، مش هتأخر